السلام عليكم. اليوم أحب أتكلم عن موضوع مهم، بس للأسف أكو هواي الناس تخاف تتكلم بيه. أنا اليوم حاب أتكلم بيه وأعرف نفس الوقت الحقيقة تزعل، بس هاي حقيقة ماشي. اليوم بصراحة أريد أحكيها. المرأة تنطي الجنس حتى توصل للحب، والرجل ينطي الحب حتى يوصل للجنس. هاي الحقيقة. أتكلم عن الخيانة الزوجية. اليوم صارت بمجتمعنا هواي للأسف. الرجل يتكلم يقول لك أنا رجال ومن حقي أسوي اللي أريده، أتصل وأضحك وأحب وأسوي علاقات مع بنات، وزوجتي لازم تقبل بأمر الواقع. أنا رجال واللي أريده أسويه. لك يا غبي، عاد أقول لك شيء، مثل ما تخون زوجتك هي هم تخونك، هي هم عتها مشاعر، خليها ببالك. والله العظيم خيانة المرأة تكون أصعب، لأن من تحب تنطي كل شيء تملكه ماشي. اليوم للأسف، أقولها للأسف، المجتمع أصبح جاهل. صار الشاب يتباهى أمام الناس إنه هو يسوي علاقات وعنده علاقات هواية مع بنات، والبنت اليوم نفس الشيء، تقول أنا أحب فلان وفلان واللي أريده أسوي، وحتى لو كنت متزوجة هذا الشيء ما يفرق. وأتمنى كل شخص راح يسمع هاي القصة شوية ياخذ عبرنا. راح يكون اتصال وراح يسمعون الاتصال ماشي. فيا شاب يلي تخون زوجتك، اعلم ان باي خيانتك انت جاي تخرب بيتك ماشي. لا تقول انا رجال ومن حقه اخون ومن حقه اسوي اللي اريده، لان هذا الشيء خطأ. مثل ما اي شيء انت تسويه هي تسويه بعلمك بدون علمك، المهم هي تسوي وتستمر بخطاها وتقول لك انا، وهي حتى لو هاي تبرر خطاها تقول لك انا مثل ما هو يحب ويسوي علاقات انا من حقه اسوي كل شيء. قناة سهم الحب للشاعر صوفي، ترقبوا كل ما هو جديد من أشعار وقصص تحكي عن واقع حال. ايش قد دامت علاقتكم مع بعض؟ سنة. هسه لحد الآن مستمرة العلاقة بيننا. شنو طبيعة هاي العلاقة؟ بس نحكي بالتليفون، ما يجي من بيدي شيء ولا يجي من بيدي شيء. وهاي المرة وين شافته مع بعض؟ بأرضي. ودريتي بيه هو متزوج؟ ايه أنا كنت أعرف متزوج، كان ما بالي يعني أنا طلق يتزوج، إذا هو قال أتزوجك يعني وداني على الخيال عشان فد أعلن. يعني وطلقتي من زوجك سببه مو؟ ايه طلقت وشفت يعني هاي ما يتزوجني، هم رجعت على زوجي. زين سؤال، من دريتي يعني هو متزوج وانت متزوجة زين اتعرف شنو اللي جابك؟ يعني تعيشون يوم كامل مع بعض مكان خاص، شنو اللي جابك؟ أحبه يعني كلش أحب له، لو حتى لو يريد عيني أنطي له، أي شيء يريد مني أنا حاضر، بس هو أبدا. زين أوكي سؤال، يعني هذا الشخص انت ببالك يستاهل تعطينا كل شيء؟ يستاهل تسلمي له نفسك إليه؟ والله تعجب يعني صراحة، يعني كلش والله متفاجئ. يعني انت عند الزوج وعندك هاي، شلون تسوي هيك؟ انا ما اريد اعاتبك واريد اقول لك انت هيك وانت هيك، بس يعني هذا الشيء خطأ مو صحيح؟ والله خطأ. انت ببالك يعني يستاهل هذا الشخص تنطينا كل شيء؟ يعني انا احبه، اقول لك يستاهل، يعني هو من يحبني، يعني انا هسه لو يريد مني اي شيء اسوي له، بس هو اذا هو يحبني، لو كان يحبني شويه. الما يستحق حرامات نعطي كلمة حلوة والله العظيم، حرامات. مو عاد إنه نعطي قبله ونسلم نفسنا. انت ما تستاهل كلمة من عندي. انت 12 سنة ويا زوجك، يعني ببالك تطلقين على مود شخص تحبيه، والنتيجة شنو؟ عافك وراح.
انت ما مالي ايدش منه وتعرفين انه هو ما يريدك، والمشكلة هو متزوج. والله تفكيرك يعني خطأ والله العظيم، والله استغرب يعني زوجك تقولين ها مني او زوجي، يعني على حكيش تقولين يسوي علاقات وهاي ماشي زين اوكي. يعني المرأة ما تصبر على الرجال، اصبري عليه مرة مرتين بلكي يتغير، بلكي تحاولين تغيرينه، انت اللي تغيرينه، الرجال ما يتغير، الرجل يعني المرأة تغيره. والله تقولين ما يتغير، اوكي ما يتغير، حاولي نفصل منه، فصل فترة من شهر شهرين بس مو تخونين. ماكو شي يبرر الخيانة، يعني أصعب شي هي الخيانة. خيانة اللي قلت يعني خيانة المرأة صعبة، كلش صعبة، وحتى على الرجل تكون صعبة يعني قاسية كلش. والله ما أعرف شنو يعني، رحت للتوك وتعرفت عليه هناك ما أعرف شلون، وخلصت يوم وياه وبعد ما أقدر أعوفه شلون يعني ستي اعتبري عوفي الدين وعوفي كل شيء، ما أحكي أنا بالدين، ما أحكي هاي أنت خنتي هاي، خليها ببالك والله العظيم، اللي يجي سهل يروح سهل ماشي. الزواج يبني على الحب، على احترام، مو تخونينه يعني ستي، يعني حتى بعين المجتمع يعني صغرت. خيانة بابا صعبة والله، صعبة أصعب من ما تتصورين. ترقبوا كل ما هو جديد على قناة صوفي. كان في هذا الزمان، كان يا ما كان في هذا الزمان شخص انطيته قلبه بي خان، والله خان. قناة سهم الحب للشاعر صوفي. ترقبوا كل ما هو جديد من أشعار وقصص تحكي عن واقع حال. والله حيرني البشر ما بيها مان، والله حيرني البشر ما بيها مان. يوفي ساعة ورا ساعة شوفه خان، يوفي ساعة ورا ساعة شوفه خان. والله حيرني البشر ما بيها مان، والله حيرني البشر ما بيها مان. هيج ناس شلون بيها الله ما يرضى عليها، هيج ناس شلون بيها الله ما يرضى عليها. هيج ناس